وصفتي لليوم الدجاج المحشي بالأرز. وصفة سهلة وكتير طيبة، والتتبيلة اللي حضرتها ودهنت فيها الدجاج أعطت الدجاج نكهة غير شكل. خلينا نشوف المقادير وطريقة العمل. بداية رح أضيف كوباية من الأرز متوسط الحبة، ورح أنقعهم بمي دافية. رح أنقع الرز تقريبا ربع ساعة. بعد ما انتقع الرز رح أضيف بالطنجرة شوي من الزيت، ورح أضيف الرز اللي منقوع ومغسول، ضفتهم بالطنجرة ورح أضيف عليهم البهارات: معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ورح أضيف رشة بسيطة من الهيل المطحون. رح أقلب الرز مع البهارات، رح أضيف عليهم تقريبا كوباي وربع من المي. رح أترك المي تغلي، وبعدين رح أوطي تحت الرز ونجهز التتبيلة التالية تبعت الدجاج. التتبيلة اللي رح أحضرها للدجاج: شوي من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من سبع بهارات أو البهارات المشكلة. ورح أضيف على التتبيلة بودرة الزعفران. بودرة الزعفران متوفرة عند أي عطار، متوفرة عندكم الصبغة ممكن إن نضيف شوية كركم، وضفت رشة هيل بسيطة. هيك التتبيلة صارت عنا جاهزة. رح نحركها مع بعض ونشوف الرز إذا جهز معانا. الرز صار جاهز. هلأ رح نحضر لحشي الدجاجة. بعد ما غسلنا الدجاجة ونظفناها ونشفناها منيح من الماء، رح نحشي الدجاجة بالرز. أنا بحب أحشيها من جميع الجهات. أنا بفضل حتى أحشي الدجاجة قيم الجلد وأحشي بين الجلد واللحم مثل ما انتوا شايفين. رح تاخد كمية كبيرة من الرز، والرز اللي بضيف عنا ممكن إن نحطه على جنب لحتى تاكلوه، أو ممكن إنه نحطه بكيس الشوي ونحطه بالفرن مع الدجاجة. طبعا هذه الطريقة قديمة شوي من طريقة أمهاتنا، لأنه نكهة الدجاج بتطلع عنا طعم غير شكل. بس ضفنا شوي التتبيلة الخارجية لأنه بيعطي الدجاجة تحمير وطعم غير شكل. بعد ما حشينا الدجاجة رح أسكر الجلد بأثقاب الخشب، أو ممكن إنه الخيط الدجاجة. وهيك صارت جاهزة. رح أضيف التتبيلة أدهن فيها الدجاجة من جميع الجهات لحتى يتشرب الجلد معانا من التتبيلة ويعطينا لون وطعم. وعلى التحمير رح يطلع منظرها كتير حلو. بعد ما خلصت من مسح الدجاجة بالتتبيلة من جميع الجهات رح أضيفها بكيس الشوي وأسكر عليها، وأخزق الكيس من الأطراف فتحات صغيرة. رح خليها بالفرن لمدة ساعتين على نار متوسطة 150. رح أرفعها بالرف الأول من الفرن حتى تستوي على راحتها وتاخد اللون. وهلأ رح أضيف طبعا هذه الخضار اختياري عندكم، بس التتبيلة اللي حضرتها للدجاج ضفتها على الخضار. عندي الخضار اللي قطعتهم: جزر وبطاطا وبصل وسنين من الثوم. حضيفهم بكيس الشوي نفس كيس الدجاج، ورح أسكر عليهم واشويهم مع الدجاجة. بعد ما نضيف الدجاجة والخضار بالصينية بالفرن رح أضيف بالصينية كوباية من المي لحتى تساعد في استواء الدجاجة. وبعد ما حطينا الدجاج بالفرن رح نشوف النتيجة النهائية.
مثل ما انتوا شايفين دجاج محمرة من الجلد وطعمها غير شكل، والخضار مستوية ونكهتها مع الدجاج كتير طيبة. أكيد جنبها اللبن والسلطة، واختياري كمان عندكم ممكن انكم تعملوا صحن ملوخية عليه. طبعا الدجاج متنهنها وطعمها غير شكل. إذا حبيتوا وصفتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. معكم هبة من أكلات هبوش، وصحتين وعافية.